السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. هذا النهار غادي نشارك معكم ان شاء الله هاد التورته اللي كتشوفوا معايا. التورته بارده رائعه رائعه اكثر من رائعه البنات، بالمذاق يعني بالقهوه والشوكولات. للعشاق القهوه راه غادي تحمقكم هاد التورته هذه، وسهله الصراحه ماشي صعيبه. كتجي زوينه زوينه بزاف كما كتشوفوا معايا. وقبل ما نبدا معكم الفيديو كنبغي نشكركم، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم ليا، على التشجيعات ديالكم ليا. شكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليوني. البنات المتتبعات الوافيات، الله يخليكم عليا، كنشكركم بزاف. المهم غادي نخلي لكم جوج الروابط في صندوق الوصف، جوج الروابط ولا جوج القنوات. كنتمنى تدخلوا عندهم تدعموهم وتشاركوا معهم. صافي هنايا البنات انا خدامه وانا كنقول لكم في المقادير. غادي نستعمل هاد بسكوي هذا غيطه ماريا. هذا كيكون متوفر في اي بيت، تقدروا ديروا اي بسكوي اللي بغيتو نتوما، ولكن انا يعني اختاريت لكم هذا كيكون موجود عندنا في الدار واقتصادي. المهم غادي ناخذ واحد الباكيه ونص، شي 200 غرام بحال هكاك. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو بالغرامات، غادي نحاول نطحن هذا البسكوي في هاد الطحانه هذه. الا ما كانتش عندكم هاد الطحانه ماشي مشكل، تقدروا كنديروا مع الحليب الدراري الصغار وجوج معالق ديال الزبده. صافي خدمت كلشي كما شفتوا معايا. دخلت الزبده وداك جوج معالق ديال الكاوبير وجوج معالق ديال الزبده، خدمتهم مزيان مزيان. صافي غادي نخوي الخليط ديالي في هذا المول. هذا المول اللي عندي راه كبير البنات. غادي نكب الخليط، غادي نحاول غادي نفرشو كطبقه الاولى، يعني غادي نقادو مزيان بمعلقه ولا بيديكم ولا باش ما بغيتو. خاصكم تضغطوا عليه يعني تقادوه مزيان مزيان، غادي يجي هكا متساوي. صافي وغادي ندخلو الكونخيلادور ولا المجمد. هنايا غادي نحتاج واحد الكاسرونه، غادي نكب فيها الحليب. الكميه ديال الحليب غادي ندير انا يترو ديال الحليب، لان المول عندي المول كبير. غادي ندير طارطه ولا طاخت حجم عائلي. المهم كبيت تقريبا شي 2 كيسان ديال الحليب، وغادي ندير 200 ملي ديال القشطه الطريه ديال الناتالي كذا. غادي نحتاج 2 من هادو، يعني 400 ملي، ولا تقدروا ديروا نص يترو، يعني نص يترو ديال القشطه في يترو ديال الحليب الا كنتو غادي ديروا المول كبير بحالي. وغادي ندير عليهم 2 معالق كبار ديال النسكافيه سريعه الذوبان، وغادي ندير 2 معالق كبار ديال الكاوبير. والسكر البنات على حسبكم، انا درت 5 المعالق يمكن، ومن بعد زدت واحد المعلقه، يعني درت 6 المعالق.
غادي ندير كواخاضه، غادي نحتاج 2 ساشيات ديال الكواخاضه. سمحوا لي طاحت لي هذيك الساشيه في هذا في الحليب. مهم كاينين بزاف بزاف ديال الدول ما كتكونش عندهم هاد الكواخاضه، تقدروا تعوضوها بجيلاتين ولا خيلاطينه بجيلاتين حلال في بلاصه الكواخاضه الا ما كانتش عندكم موجوده، يعني في المدينه فين عايشين. صافي، ودرت 2 معالق ديال النشا الذره ديال المايزينا، يعني 2 ساشيات ديال الكواخاضه و2 معالق كبار عامرين مزيان ديال المايزينا. غادي نخلط كل شيء بارد في بارد غادي نخلط كل شيء مزيان. من بعد زدت الحليب اللي كان بقى ليا، يعني يطرو كامل خويته، وغادي نزيد دابا وحده ديال القشطه الطريه ديال الناطا ليكيده. يعني في المجموع كما قلت لكم انا استعملت 400 ملي ديال القشطه ويطرو ديال الحليب. صافي خلطت كل شيء مزيان 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 مزيان. غادي نديه دابا نديرو فوق النار. ضروري ما تنقصوا النار البنات وتبقاو تحركوا، يعني ما توقفوش من التحريك نهائيا باش ما يلصقش لكم القاع الكاسرونه. صافي حتى يبدا يغلي ليا هذا الخليط، راه ما كيبانش لكم، غير يبدا يغلي ليا وكيعقد ليا واحد شويه. صافي وغادي نطفي عليه النار، ولكن ضروري ما تنقصوا النار وتحركوا، ما توقفوش كما قلت لكم باش ما يلصقش لكم في القاع ديال الكاسرونه. غير هو طلع فيه الغليه الخليط صافي ونطفيو النار. هنايا جبت الطرطه ديالي ولا الطورطه ديالي من بعد ما دازت ساعه ونصف في الثلاجه، يعني راها جامده ولكن ماشي مازال عاد شويه رطبه. غادي نشارك معكم واحد الطريقه ديال التزيين اللي غادي بالكاوبير، غادي تجيكم هكا شويه غريبه، ولكن اش غادي نقول لكم، راكم شفتوا في البدايه ديال الفيديو كيفاش جات التورته، يعني واحد المنظر اللي رائع. غادي ندردر عليها على التورته كامله بهذا الكاوبير هذا ولا كولاكاو كما كتشوفوا معايا. يعني غادي درت 2 معالق كبرين. صافي وغادي نرجع التورته ديالي نرجعها للثلاجه، يعني غادي انا رجعتها كما قلت لكم، خليتها ليله كامله اللي خليتها في هذا في الثلاجه، يعني درتها في العشيه. نتوما ماشي ضروري تخليوها ليله كامله البنات، كما قلت لكم غير 5 ديال السوايع. هنايا جبت الطرطه ديالي، غادي نحل المول كما شفتوا معايا، يعني كنحل المول يعني كنخرج المول بسهوله، ما كتجيش لينا لاصقه طورطه على الجوانب ديال المول. غير حاولوا فاش تحيدوا المول باش ما تهرسوهاش وصافي.